السلام عليكم جميع متابعات ومتابعي قناة وذ أم نسيم، كيف الأحوال؟ نتمنى إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي أتمم الصحة يا رب. أولا وقبل كل شيء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم على بركة الله في إطار تحضيرات رمضان غادي نشارك معكم لسيجار بحشوتين مختلفتين، وغادي نشارك معكم في نفس الوقت طريقة الاحتفاظ بهم في المجمد. فبالنسبه للحشوه الاولى غادي نديرها بالحوت. يعني شويه الكالامار شويه الكروفات، ما تخلعوش، ما غاديش ندير كميه اللي كثيره، كميه غير اللي قليله اللي متوفر واللي قدينا عليه. والصدر ديال الدجاج مفروم وشويه قزبر ومعكنوز والفرماج، يعني درت جوج انواع واختياري، ممكن تضيفوه ممكن ما تضيفوش. صوص صوجا والشعريه الصينيه وشويه ديال الهريسه وبصله اللي غادي نحتاجوها، هاد الصلصه اللي غادي نحتاجوها في هاد الحشوه. فاول حاجه كنديروها هي الشعريه الصينيه، كنديروها في يعني بهذا الشكل، وكنضيفوا عليها الماء الطايب وكنخليها 5 دقائق جانبا. المهم واخا نسيتوها ماشي مشكل، راه ما كتعجنش هاد النوعيه، صراحه هاد النوعيه زوينه كتصدق بنينه في الحشوات. ممكن تزيدوا تفرموها يعني باش ما تبان لكمش في الحشوه بزاف، كنديروها في الهاشوار وكتجي في يعني نضيفوها على الحشوه. فانا غير خليتها هكا، قطعتها غير بشويه هكا بالمقص صافي وضفتها على الحشوه. فبالنسبه في المقله درنا ديك شويه ديال الكالامار شويه ديال الكروفات، وكنضيفوا الزيت النباتيه، وغادي نضيفوا ضمات البنه ديال السمك، حيت ما درناش لي شي كميه كبيره ديال السمك، يعني كنضيفوا هاد ضمات البنه فغير مكعب واحد كنقسموا على جوج، ندير غير النص. والصراحه ممكن ديروا اي نوعيه ديال الحوت متوفر عندكم، فممكن ديروا غير الكروفات فهو كيعطي نسمه قويه مع صدر ديال الدجاج، ما كيبانش فيه النسمه ديال الدجاج نهائيا صافي. وكانت هذه هي يعني المقادير. ممكن ولا كانش ما متوفرش عندكم الحوت نهائيا ديروا غير صدر ديال الدجاج، وكنديروا الطون وكنديروا معاه الفطر المعلب، شامبينيون معلب، يعني ضروري ما نضيفو، كيعطي واحد النسمه زوينه حتى لهاد الحشوه. ما كانش الحوت ولا كان عندنا الحوت كنديروه، ممكن اي نوعيه الحوت الابيض كنديروه نفس الشيء. يعني المقله اللي طيبت فيها داك شويه ديال الكالامار والكروفات ممكن تضيفوا كلشي في خطره واحده طيبوه. انا المقله شويه صغيره فطيبت الكالامار والكروفات بوحدهم، ومن بعد عاد درت صدر ديال الدجاج بهذا الشكل، ضفت عليه زيت النباتيه، ممكن ديروا زيت الزيتون، فانا درت غير زيت النباتيه، وضفت هذاك النصف المكعب الثاني اللي بقالي كنضيفوه على صدر ديال الدجاج بهذا الشكل، وكنخلي الدجاج ديالنا كيتشحر جانبا بهذا الشكل. يعني الطريقه سهله جد بسيطه، ممكن اي وحده من اول استعمال غادي تصدق معك هذه الحشوه. جربيها وما غاديش تندمي عليها نهائيا. فمن بعد ما طاب داك الكروفات والكالامار ضفت عليه الصدر ديال الدجاج بهذا الشكل، يعني كنخلط كل شيء مع بعضياته، والنسمه ديال الدجاج ما كتكونش نهائيا في هاد الحشوه، حيت ديك الكروفات كتعطي نسمه اكثر، وكيجيو بحال اللي درناهم بالحوت، يعني داك الدجاج بحال اللي راه حوت الابيض هكا، اقتصاد شويه نقتصدوا. المهم كانت هذه هي الحشوه، والحشوه دائما كتبقى اختيار ديالكم، يعني اي حشوه اللي قديتوا ديروها، واي يعني كل وحده والاختيار ديالها. فبالنسبه لهاد الصلصه فكنصحكم بها دائما، يعني تحضروها بهذه النوعيه ديال الحشوات اللي كتبغيو فيها النسمه ديال الحوت. كنديروا واحد البصله، ممكن نديروا بصله غير صغيره على هذه، فانا درتها متوسطه. نديروا بصله غير صغيره ولا ديروا نص بصله اللي كبيره متوسطه، نديروا غير نص. كنضيفوا عليها شويه قزبر والمعكنوز، وغادي نعصر عليهم نص حامضه، صراحه كتجي بنينه هاد الصلصه مهم. وغادي نضيفوا كذلك مطيشه الحك، صلصه ديال الطماطم، مطيشه الحك ملعقه كبيره، وغادي نضيفوا ضمات البنه ديال السمك، يعني مكعب اخر، يعني واحد المكعب نص درتو على الكالامار والكروفات، ونص درتو على الدجاج، وبقى لي واحد المكعب غادي نديرو في هذه الصلصه. وغادي نضيفوا كذلك 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. فكانوا هادو هما المقادير ديال هذه الصلصه. كنطحن الكل مزيان، من بعد كنكبوه في المقله على هذا الشكل، وكنخليه يتشحر واحد شويه باش تحيد لي ديك النسمه ديال البصله اللي مجهده. فممكن ديروه غير هكاك، يعني ديريكتومون صافي هاد الصلصه كتستعملوها، ولكن انا خليتها تشحر واحد شويه كما كتعرفوا رمضان وكلشي كيبغيش ديك النسمه قويه ديال البصله. فكانوا هادو هما المكونات ديال الصلصه وديال المكونات اللي غادي نستعملوهم. فالمقله اللي ضفنا عليها داك الصدر ديال الدجاج والكروفات والكالامار، وضفنا الزيتون اللي قطعناه، زدت
زدنا فرمناه اكثر. وغادي نضيفوا الشعريه الصينيه بهذا الشكل، وكنضيفوا شويه ديال الهريسه. المهم الشعريه الصينيه كتبقى عاوتاني على حسب الكميه ديال الحشوه ديالكم، ما بغيتوش تكثروا فيها الشعريه الصينيه فانا ما درتش يمكن كميه كامله، درت نص كميه غادي نديرها في الكفته، الحشوه اللي غادي نديرها في الكفته، ونص كميه درتها هنايا. والصلصه ها هي كنضيفوها، كتجي بنينه الصراحه، مع هي فيها ديك الحموضيه ديال الحامض وزيت الزيتون، ومع هاد الصدر ديال الدجاج، وغادي نضيف الفرماج الحموضيه مع الحلاوه مع الملوحه عفوا، كتجي خطير هاد الحشوه. جربوها والله ما غادي تندموا عليها، غادي تبقى معتمده عندكم في هاد النوعيه ديال الحشوات. يعني نهار اللي كنبغيو نديروا الميني بستيلات ولا كنديروا لي سيجار بالحوت، فكان يعني ما كانش عندنا الحوت بزاف ولا كنديروا هاد الطريقه. الصراحه كتجي النكهه ديال الحوت طاغيه، كتجي بنينه. وكنضيفوا الفرماج. فبالنسبه انا استعمل جوج انواع، ممكن ديروا غير الفرماج الاحمر، ممكن ما ديروش الفرماج نهائيا، فهذا اختياري. فانا درت الفرماج الاحمر باش يعطيني ديك النسمه زوينه ديال الفرماج، يطلق ديك النسمه ديال الملوحيه ديال الفرماج. والنوعيه اخر يعني الصراحه ماشي ديك النوعيه اللي كتعطي المذاق، غير باش تعطيني ديك التعليكه فقط. فكانوا هذو هما المقادير. يعني الحشوه الاولى ها هي واجده معنا، وننتقلوا للحشوه الثانيه. فغادي نستعملنا فيها جوج بصلات كبار اللي مشلضين، وشويه قزبر ومعكنوز، حتى هي الفرماج اختياري حتى هو، شويه ديال الكفته، كميه اللي متوفره، مهم الكميه اللي قدينا عليها، الزيتون مقطع وزدت فرمته شويه، والهريسه والشعريه الصينيه. صافي كانوا هذو هما المكونات عفوا ديال هاد الحشوه. حشوه سهله حتى هي بنينه، نوعوا بها الصراحه. يعني في رمضان كنبغيو نوعوا شويه، ما نبقاوش دائما في نفس النوعيه ديال لي سيجار ديال الحوت ولا ديال الكفته، ولا حتى ديال الخضر كيجيو بنان. فانا الخضر تقريبا كيعجبوني نديرهم بعجينه ديال المسمن، هذيك الحشوه مع الخضر، واخا ما ضفتش عليهم اللحوم نهائيا مع ديك العجينه ديال المسمن، كتجي مقرمشه احسن بالورقه. فالعجينه المسمن اللي كنشاركها معكم دائما في الحشوات، ان شاء الله غادي نخصص فيديو كامل بهاد العجينه، ان شاء الله تولي معتمده عندكم في الشهر الفضيل. الله يدخلوا علينا ان شاء الله رمضان بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله لا فاقد ولا مفقود، واللي مريض ان شاء الله لا يشافيه، واللي كيتمنى شي حاجه ربي يحققها عليه يا ربي. والصراحه والحشوه ها هي يعني سهله، ما فيهاش شي. غادي كنشحروا البصله الاول، كنضيفوا عليه مع شويه الزيت والملحه، كنضيفوا الكفته وكنضيفوا القزبر ومعكنوز. صافي من بعد ما كيطيبوا كنضيفوا عليهم الشعريه الصينيه بهذا الشكل. يعني الطريقه راها باينه، الفيديو موضح راسو يعني باين. وكالشعريه الصينيه فانا درت واحد الكميه هنايا، ونص كميه درتهم في الحشوه الاولى. فكانوا هذو هما المقادير. وغادي نضيف الفرماج، فالفرماج كيبقى اختياري، ممكن ديروا غير واحد شويه فرماج الاحمر باش يعطينا ديك النسمه، وممكن ما ديروش نهائيا، ماشي ضروري، فكيبقى اختياري تيا والرغبه ديالكم تيا المتواجد عندك في البيت ديالك. صافي كانت هذه هي الحشوه، حشوه سهله واقتصاديه. نتمنى ان شاء الله هاد الحشوات اللي كنشاركهم معكم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش لايك الفيديو لا عجبتكم الوصفه، والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء، هكا باش نزيد القناه ديالنا تكبر شويه بعد شويه، ونكونوا ان شاء الله عائله وحده. فانا والله الا كنعتبركم يعني عائله وحده، عائلتي. كنفرح ملي كنتلقى شي تعليق منكم ولا شي تشجيع، فمرحبا بالاراء ديالكم وبالتعاليق ديالكم وحتى بالانتقاد ديالكم، والله الا مرحبا به، الف مرحبا. وبالنسبه لي اول مره كتشاهد القناه ديالي فمرحبا بها، وكنقولها ما تنسايش تشتركي في القناه باش هكا يوصلك كل ما هو جديد ان شاء الله. فكانت هذه هي الحشوات، يعني حشوتين اللي شاركتهم معكم، نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. ففي الاخير ضفت الزيتون، كنت نسيت ما ضفتوش، كنضيف الزيتون اللي فرمته اكثر، نديروه غير في الهاشوار، ولا نزيدو نقطعوه واحد شويه، ولا ممكن نديروه غير هكاك مقطع ما تفرموه لا والو. يعني انا كنبغي داكشي ما يبانش، يعني كل حاجه كتبان ما كيبانش، يعني غير النسمه اللي كتجي بنينه. فبالنسبه للورقه، ورقه كبيره استعملت قطعتها على 4 بهذا الشكل. فبهذه الطريقه كتعطينا كميه ديال لي سيجار اكثر، وممكن ديروا به حتى لي ميني بستيله بهذه الطريقه ان شاء الله. ولا حيانا الله، ولا
ان شاء الله ما نعرف واش غادي يكتب علينا. المهم ولا شاركت مع ولا درت لي ميني بستيلات غادي نشاركهم معكم ان شاء الله في القناه. مع مازال عاد شهر رمضان راه باقي له عاد ان شاء الله، و باقي الشهوات على الابواب. باقي الشهوات في الطريق ان شاء الله. فكنديرو بهذه الطريقه. لي سيجار ساهلين صراحه، انا كنبغي كنحضر لي سيجار اكثر من البريوات اكثر من ميني بستيلات، حيت كيجيوني في الساعه كنساليهم، في الساعه كنكملهم مع انا يد وحده، في الساعه كنسالي يعني بهذه الطريقه، وكتعطينا واحد الكميه اللي كبيره هذه ديال الحوت، وكميه يعني كبيره مع كيلو ديال الورقه. فكنستعمل بها نص ديال درتهم بهذه الحشوه الاولى، ونص كميه درتهم بهذه الحشوه الثانيه ديال الكفته. نتمنى ان شاء الله هاد الحشوه تنالوا الاعجاب ديالكم، ونكون خفيفه وظريفه على قلوبكم يا رب. فبالنسبه لطريقه الاحتفاظ فيهم في المجمد، فهي طريقه سهله وجد بسيطه. كنديروهم اول حاجه كنديرهم في لابواط، يعني بلاستيك، لابواط بلاستيك اللي كنديروهم في المجمد بهذا الشكل. كندير الطبقه الاولى كنغطيها، الطبقه الثانيه ضروري ما نغطي ما بين طبقه وطبقه، كنديروا بلاستيك الغذائي. من بعد ما كيتكلاصاو كنقلهم للبلاستيك الغذائي بهذا الشكل، يعني كنديرهم غير في بلاستيك الغذائي بلا ما كنخليهم في لي بواط، حيت ما عنديش لي سباس، ما عنديش الفريغو، فكنديرهم بهذه الطريقه. كنقلهم كاملين في واحد البلاستيك بهذا الشكل. فما كنديرش غير الكميه اللي غادي نتناولها، كندير كميه كامله، ونهار اللي كنبغي نتناولها كنحيد الكميه اللي غادي نتناولها. فهاد الطريقه صراحه عمليه سهله، وكيبقاو في المجمد يعني لمده طويله ما كيطرى عليهم حتى شي مشكل. يعني هاد الطريقه جد عمليه وسهله. نتمنى ان شاء الله هاد الاقتراحات ينالوا الاعجاب ديالكم. الى فيديو جديد. فبالنسبه للنهار اللي كنبغيو نطيبوهم كنديروهم يعني كنستفوهم في اللاطاي، هما من كلاصيين، ما كنخليهمش حتى يذوبوا هكا باش ما كيتعجنوش، ومن الورقه ديالنا ما كتنفخش. يعني كندهنوهم بالزيت النباتيه مع شويه ديال البابريكا، اي شويه ديال التحميره، وكندخلوهم الفران وبالصحه والراحه. والى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.